سلام، بغيت نشارك معكم واحد الطريقه ديال القنيه اللي كتجي خطيره ولذيذه وواعره وبنينه. خليكم مع المقادير. المهم بالنسبه للقنيه انايا غنشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كنغسلها. القنيه لما غسلتوهاش مزيان كتجي مزفره، بحال الدجاجه البنات. انا الطريقه غنغسلها بحال الشكل اللي كنغسل الدجاج. قد ما غسلتوها مزيان وخليتوها تنشف راه كتجيكم قنيه زوينه. واللي ما كيبغيش قنيه ما يتفرجش في هذا الفيديو، واللي باغي يبدا ياكل قنيه وما كياكلهاش وتبع الطريقه اللي غندير انا معاه غتوليو تحماقوا على قنيه، حيت ملي كتاكلوها ما كتحسوش راكم كتاكلوا قنيه، بحال كتاكلوا الدجاج. المهم طريقه واعره غنشاركها معكم. المهم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. هنا غندير سكينجبير، غندير الخل، غندير الملحه. صافي غنبقاو نحكو بحال هكايا حتى كتدخل لينا ديك الملحه وسكينجبير. بغيتو ديروا شويه ديال الطحين ديروه، راه حتى هو كيحيد الزفوريه. انا كنديرو حتى في الدجاج الطحين، عرفتو كيحيد كاع ديك الشحمه اللي كتكون. المهم هنايا غندير القنيه ديالي اللي شفتو منين غسلتها وخليتها تترقدات مزيان وعاود غسلتها، شلتها من داك الملحه والسكينجبير والخل. المهم خليتها تنشفات كما كتشوفوا. غندير الزبده وغنزيد شويه ديال الزيت باش يتقلى لينا القنيه كما كتشوف. عندي الثومه غنحك هاد الريوس ديال الثومه كما كتشوفوا. المهم انا دايره هاد 6 الريوس كما كتشوفوا غنحكهم حتى ها الثومه اللي حكيت. غندير شويه البزار، شويه السكينجبير، غنزيد هنايا السالميه كما كتشوفوا. هانتوما عندي طريين وعندي هنايا ورقه سيدنا موسى حتى هي طريه. المهم الا عندكم يابسين ديروهم البنات، ماشي بالضروره. انا عندي في الدار هما اللي دابا غنستعملوا الازير عندي يابس غنديرو. غنزيد الازير كنحركو كنخليهم يتقلاو مزيان حتى كيدخل لهم كاع ديك العطريه وداك هذا الازير والسالميه اللي درنا. عرفتوا راه كيجي مسمين كيجي خطير. الا جربتوا الطريقه ديال القنيه واعره، جربوها توليو ديما ديروها كتجي زوينه وبنينه. هنا عندي البصله الجافه البنات، البصله اللي عندي يابسه. نتوما ما عندكمش غديروا البصله ديالكم عاديه، انا درت البصله يابسه. ها نتوما جافه البنات. عندي هنايا بطاطا كما كتشوفوا هاد الصغيره. المهم كتكون الجلده ديالها رقيقه وغسلتها مزيان ونقطعها على 4 كما شفتوا. قطعتها بحال هكا. غنديرها دابا حتى هي تقلى مع هي تشرب لينا حتى هي العطريه هذه اللي كاينه. غنزيد قطع قله يا البنات هذه. المهم قطع قله غنزيدها. غنزيد ربع ديال دامط البنه ديال الخضره. المهم اختياريه، انا ما زدتش الملحه. شفتوني ما درتش الملحه حيت ديجا قنيه غسلها بالملحه شاده فيها واحد شويه تاع الملحه. راكم عارفين بحال الدجاج ما خصكمش تقويو الملحه في القنيه ولا في الدجاج كيجي مالح. المهم انا درت هاد الطريف هذا يلاه يجيني مع البطاطا وداك القنيه وداك الشيء. صافي غنخليها حتى يذوب. هنا غنزيد نص حامضه غنعصرها. عرفتوا كي كتجي القنيه غير جربوها على حسابي البنات، كتجي واعره. شوفوا كي تحمرات في المقله غير بالاعشاب ونقصوا عليها البوطه وخليوها كتبقى تقلى ليكم حتى كتشرب ديك العطريه كامله. عرفتوا راه كتجي واعره. غنحيد البطاطا غنحطها في واحد الطبسيط كما شفتوه. انا حيدت البطاطا. دابا غندير كاس ديال الماء.
باش طيب لينا القنيه، وغنقصوا عليها البوطه ونخليوها طيب على خاطر نغطيها ونقص عليها. المهم البنات من بعد ما طابت لينا قنيه كما كتشوفوا، دابا غنزيد الطار. شفتوا اللون كي كيولي فيها، كتولي محمره مع ديك البصله الجافه كما شفتوا معايا. دابا غنغطي عليها ونخليها طيب حيت وهذا هو الشكل النهائي. انا درت فيه الزيتون، درت فيه الحامض، رشيته، المهم زينته. داكشي راه كيجي واعر ولذيذ. الا بغيتو نتوما في عوض قنيه ديروا الدجاج ولا ديروا الفخاد ديال البيبي تقطعوهم بحال المنج، كيجي خطير ولذيذ. انا ما دخلتوش الفران، بغيتو ديروه في الفران تقدروا ديروه في الفران، كيجي واعر.